تحب يا استاذ محمد تنزل الشغل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ بحب انزل بعد العيد. على طول. هنخش ننزل الناس على شاي على طول. أما قول السلام عليكم بتاعتنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، وحشتونا وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة. اتفضلوا شاي بقى معانا. شاي زرد. شاي زردة حمو جايبه من ليبيا. شوف اللي فكرة عليه. سافرت ليبيا مخصوص. ما سافرتش ليبيا وكنت تروح وأحاول على ليبيا والله. فرق الكعب يعني. قريبة جدا فعلا منها. بما ان احنا داخلين على رمضان، تحب يا استاذ محمد تنزل الشغل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ بحب انزل بعد العيد. على طول. مفيش تفاهم. مفيش طاقة. مفيش طاقة والله. هننزل نعمل ايه واحنا في رمضان يعني؟ الصبح صايم وبالليل بعد الفطار ما انت مفيش وقت والله يعني، يا دوبك الواحد بيتسحر وقدامنا. بجد والله احنا ابطال العالم. هتقول لي في ايه؟ في رمضان اه يبقى احنا شغالين فاهم، وعندك شغل الصبح اللي انت بتروح في عز الصيام، واخد الصيام من اوله فاهم، بترجع يا دوبك تاخد لك دش كده وتنام لك شويه تصحى على الفطار. هوبا ايه الوقت بيجري، بيت السحور بقت الساعه 3 4 الفجر. اول ما تيجي تنام الساعه 5 عشان تصحى الساعه 6 الصبح تروح شغلك. ربنا بيقوي، بس سبحان الله تلاقي فيه طاقة كده وفي بركة في الوقت. في وقت وفي بركه وفي كل حاجه.